هلا شباب، شلونكم؟ حياكم الله ونورتوا يا احلى متابعين. والله اجيتكم بخمس اشياء اذا صارت باللعبه كلاش تصير حلوه واسطوريه، فما اطول ويا الفيديو وخلينا نبدي الفيديو ويلا بينا. شباب نورتوا بتعليقاتكم الخمسه، اكتب تعليق ان شاء الله اطلع تعليقك بالفيديو اللي يجي. شباب تعرفون كل زين لعبة الكلاش قديمة واسطورية ولعبة استراتيجية، فشباب جبت لكم خمس اشياء اذا صارت باللعبة تصير صدق حلوة الصراحة. يعني انتم بتعرفون كل زين الخمس اشياء هذن اذا صارن باللعبة تصير لعبة حلوة. فقبل ما احكي بالخمس اشياء هذني اللي راح يصيرن باللعبة وان شاء الله يصيرن، انا اتمنى يصيرن، فاريد من عندك هسه تساعدني وتشترك وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك وتشارك القناة، ويلا بينا على الخمس اشياء. شباب بداية الفيديو قلت لكم راح اتحدث على خمس اشياء اذا صارت باللعبة اللعبة تصير حلوة وواقعية ومميزة ولعبة استراتيجية. فانتم بتعرفون كل زين يا ولد. التاون 7 يا ملك نزل الملك. التاون 9 يا ملك نزلت الملكة. التاون 11 نزل الآمر. التاون 13 نزلت البطلة. فأي ملك ورا التاون 13 ما نزل أي ملك، ما نزل لا التاون ال 14 ولا التاون 15. فحاليا المقصد شباب نريد ملك اسطوري يختلف عن الملوك الباقيه، تصير حلوه استمتاع باللعبه. تقدر تغير بالملوك، تقدر تغير بالحيوانات الأليفة ويا الملوك، وتقدر تهجم باثنين ملوك، تقدر تهجم بثلاث ملوك، تقدر تهجم بأربع ملوك، تقدر تهجم بخمس ملوك. فتقدر يعني بالحالتين تسيطر على التصميم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو الكلان اللي انت البي. أنا عندي كلان هسه حاليا، الكلان اسمه الاساطير. انا لهسه حاليا ما عندي اعضاء بالكلان، اريد اسوي تحالف بغير كلان، اطبق الكلان وكلان التحالف كلان واحد، يعني يصير كلان واحد ويصير 50 عضو، 50 لاعب بالكلان، ويبقى الاسم هو على حطه. اذا انا سويت تحالف ويا غير كلان، واذا اجى غيري سوى تحالف وياي، يبقى الاسم مالت الكلان مالته ما يتغير، بس المهم هو القصد يصير تحالف. تقدر تسوي حروب بال50 عضو، 50 60 عضو، 70 عضو، حتى لحدك لل100. فهذا الشيء الحلو اذا صار باللعبه، يعني يصير عندك اعضاء هواي، يصير عندك دردشه بالكلان، يصير عندك تفاعل بالكلان، يصير عندك دعم بالكلان. هذا الشيء الثاني. الثالث شباب تعرفون كل زين القريه الليليه. القريه الليليه وهواي فيديوهات عندي. القريه الليليه مهمله بصوره عامه بكل اللواعيب، يطلع على العامل السادس ولغاها بعد ما يدخل عليها ابد، يمكسها وعد. نريد تاون 10 حتى نفتح ملك او ملكه، او يصير بيها حروب الدور القبائل. انتم لو تعرفون كل زين بيا بيت نزلت الحروب العادية، يمكن احتمال نزل بالتاون 11 لو تاون 10، اي بس بالتاون 10 نزلوا تحديث، قام اللاعب يسوي الكلان يسوي حروب عادية. وبعدين اجت حرب القبائل بالتاون 13 او تاون 12، حرب القبائل بالحال القرية الاساسية اللي عندك، القرية الام اسمها. بعدين اجت العاصمة قمنا نسوي حرب غارات. فشباب القرية الليلية الصراحة ما اجت اي تحديث عنها، لا فتحوا ملك جديد ولا بيت جديد ولا دفاعات جديدة للقرية الليلية. وانا اتمنى يصير بيها بيت 10 ويفتح بيها ملك او ملكة، او يسوون حروب قبائل حتى يصير بيها تفاعل بالقرية الليلية. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع شباب التاون
15. لو نرجع هنا هسه التاون 15 ايش نزل عندك؟ نزل عندك الجندي اللي اسمها المحاربة الكهربائية، نزلت هذا الجندي نزل بالتاون ال 15، نزلت بالتاون ال 15. فشباب نريد بعد جندي ثاني ارضي او جوي، مثلا اذا جوي اي جندي جوي فنريده حلو بالتاون، ينزل بالتاون 14 حتى وبعدين يفتح، حتى لو عندك تاون 15 او تاون 14 المهم يجينا بهذا التاونات الاثنين. بس اذا تاون اذا ارضي نريده بقوة البيكا. القوة البيكا اللي اكو هواية جنود بلعبة كلاش، اقدر انا اخذ جندي من لعبة كلاش، يعني اكو مواصفات بقوة البيكا وبقوة الجندي الجديد وهواي. شباب نريد هم جندي جديد يجينا بالتاون 15 حتى تصير لعبة حلوة حلوة واسطورية. الشيء الخامس شباب، اللعبة مو واقعية بصورة عامة، مو واقعية بصورة عامة، يعني مو ذيك الواقعية باللعبة. نريد لعبة تصير حقيقية واستراتيجية بها حلوة واسطورية، وتصير واقعية وحقيقية. هاي اللعبة إذا صارت واقعية يعني حقيقية، مثلا حقيقية كلش مو واقعية، تصير لعبة حلوة، لعبة اسطورية، لعبة استراتيجية، تصير لعبة حروب، تصير واقعية بكل اثافيرها. فاذا صارت هاي ال5 اشياء انت تتمناها وانا اتمناها، تصير لعبة مو مملة، ولا يعني اكو بعض اللاعب تركوا اللعبة من وراء الشغلات باللعبة الصراحة، من وراء حسابات، من وراء التطوير، من وراء اضافة الملوك، يعني من النفل مالتهم. يعني مثلا كان التاون 10 يتمكس الملك 40 وهو الملكة، من تاون 11 اجانا صار الملك 50، بعدين اجانا التاون 12 صار 65 الملك والملكة، اجانا التاون 13 صار 75 نزلت البطلة وهم لازم تطورها الى نفل 25. فاللواعب تركتها بصورة عامة اللعبة. فاحنا نريد تطوير وتحديث اللعبة الصراحة. فهذا من ال5 اشياء، واذا عجبتك ال5 اشياء اكتب لي بالتعليق تم، او اعطيني افكار حلوة من عندك واني اطرح الموضوع على القناة. فلهنا وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو وال5 اشياء لا تقصر وياي، اشترك وفعل زر الجرس واعطيني لايك وشارك القناة. واذا انت مشترك وياي بالقناة لا تقصر وياي مرة ثانية، شاهد الفيديو واعطيني لايك وشارك القناة، ومع السلامة.